المباريات تكسب لا تلعب، دي المقوله اللي الزمالك طبقها النهارده. ماتش الزمالك وبيراميدز النهارده من اوله لاخره حذر زياده عن اللزوم، الفرقتين خايفين يخسروا، مفيش مخاطره، مفيش افكار، لعب اقتصادي بحت. في الشوط الثاني الدنيا سخنت شويه، الزمالك بقى اخطر فترات وبيراميدز رد في فترات تانية، بس برضه ولا فريق عنده شكل واضح لحد ما جت بقى اللحظه اللي فرقت. كلمه السر شيكو بنزا ينزل ويخطف كوره ويجري على الخط، اسيست جون 1-0 للزمالك. وبصراحه الزمالك يستاهل يكسب، بس مش عشان خارق، عشان بيراميدز فرقه فاضيه جدا ومدربهم مشطب على الاخر. لكن اللي يحسب للزمالك معتمد جمال، عرف يمشي الماتش صح وبالسيناريوهات اللي تيجي في صالحه، وعرف يخطف الثلاث نقط بهدوء. بس الحقيقه الاهم، الدوري ده مفيش فريق احسن من التاني بفرق، كله قريب من بعضه، والنتيجه ان لحد دلوقتي ما تحسش ان حد حسم الدوري. ولو كان في فريق اقوى بفرق واضح كان زمان الدوري خلص من بدري، انما احنا كده داخلين على متعه وصراع لاخر جوله في الدوري. لكن انت قول لي رايك، الزمالك كسب عشان هو قوي ولا عشان بيراميدز اللي ضعيف؟ وما تنساش تعمل فولو الملعب ويجي عشان تكمل معانا بقى حكاوي الكوره.